فانا بقول له بناء على الكلام اللي انت قلته لي اللي هو المعطى. بسم الله الرحمن الرحيم. اولادي وبناتي عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد رأفت. باذن الله هنكمل مع بعض النهارده حصه الكورس التاسيسي بتاعنا. حصه النهارده تبقى عباره عن حصه هندسه، جزء جميل الناس درسته في اولى اعدادي، يعني كل الناس اللي تبقى معايا دلوقتي من اول اللي داخل تانية اعدادي فما فوق، لان الكلام ده انت درسته في اولى ايه؟ اعدادي. سمي الله كده وركز معايا. سبق قبل كده واتكلمنا عن المثلث وقلنا المثلث فيه 6 عناصر عباره عن 3 اضلاع او 3 زوايا، واتكلمنا ان احنا عندنا انواع المثلث بالنسبه للاضلاع وانواع المثلث بالنسبه زوايا، وخدنا المضلعات والكلام ده كله. النهارده عندنا حاجه جميله سعادتك درستها كده في الترم الاول في الترم الثاني في اولى اعدادي، حاجه اسمها نظريات المثلث. تعالى مع بعض كده نشوف نظريات المثلث دي بتتكلم عن ايه. اول حاجه عندي بيقول لي ايه؟ الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازيا احد الضلعين الاخرين ينصف الضلع الثالث. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك انت يا باشمهندس عندك مثلث، وليكن المثلث ده اسمه أ ب ج. جميل جميل. بيقول لك جالك هنا شعاع اترسم بالمنظر ده. قال لك الشعاع ده مرسوم من منتصف ضلع، يعني انا جيت هنا سميت هنا مثلا نقطه وليكن هنا د، وقلت لك ان د منتصف مين؟ أ ب. معنى ان د منتصف أ ب معناها ان أ د بيساوي د ب. جميل. من منتصف ضلع في مثلث موازيا. يعني ايه موازيا؟ يعني هو عايز يقول لك ان الشعاع اللي انت رسمته ده دكتور بيوازي ب ج. يعني مثلا هنا د ه مثلا، يبقى د ه بيوازي ب ج. قبل ما اكمل تعالى كده تشوف المعطى اللي موجود معانا على المساله دي. هنا بيقول لك ان د منتصف أ ب، يعني انت عندك هنا د منتصف، معلش تاني، يبقى د منتصف أ ب. ده المعطى اللي موجود. لا، في معطى تاني. ايه المعطى التاني؟ قال لك د ه بيوازي ب ج، يبقى د ه بيوازي ب ج. المعطيين دول لما كانوا بيجوا لك في اولى اعدادي سعادتك لازم كنت تستنتج منهم استنتاج. قال لك ايه الاستنتاج؟ قال لك ينصف الضلع الثالث. يعني ايه ينصف الضلع الثالث؟ يعني انت لما تلاقي عندك شكل زي كده د ه بتوازي ب ج وده المنتصف أ ب، انا بستنتج ان النقطه ه منتصف أ ج. فانا بقول له بناء على الكلام اللي انت قلته لي اللي هو المعطى، انا بستنتج ان ه منتصف. ه منتصف مين؟ قال لك ه منتصف أ ج، وبالتالي تقدر ساعتها تقول ان أ ه بتساوي ه ج وتطلع الارقام اللي هو عايزها في مساله. طبعا احنا لسه بنشرح، هنشوف المسائل. طب دي كنا احنا بنلخصها في كلمتين حلوين قوي. ايه هي؟ ركز معايا كده. انا عندي هنا منتصف وعندي هنا يوازي، فدايما هتلاقيني بقول لك الكلمه دي لما يكون عندك منتصف وعندك توازي انا بستنتج منتصف. تاني، لما يكون عندك منتصف وعندك توازي انا بستنتج منتصف. وهتشوف الكلام ده في المسائل ان شاء الله، بس لما نيجي نخش على المسائل. نشوف الجزء اللي بعده. كان بيقول لي ايه؟ القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي. يعني ايه؟ يعني انت يا دكتور عندك هنا مثلث، ركز كده وسمي الله معايا وخليك مركز في الجزء الاول. منتصف وتوازي استنتجت منتصف. وعندك هنا قطعة مستقيمة مرسومة او شعاع مرسوم بالمنظر ده، هنا وليكن د وهنا ه. الجزء اللي بره ده مش هيفيدك في حاجة، بس هي نص النظرية بيقول لك شعاع. جميل. قال لك د منتصف أ ب، هو اللي قايل لك ده معطى، وه منتصف مين؟ أ ج. قال لك لما يكون عندك د منتصف أ ب وه منتصف أ ج، الناس الشاطره اللي مركزه معايا هتاخد بالها من حاجه. ايه هي؟ انا عندي هنا منتصف وعندي هنا منتصف. طب ما انت لسه كاتب لي هنا من شويه منتصف وتوازي، استنتج ايه؟ استنتج منتصف. طب ما تشغل مخك بقى، لما يقول لك منتصف ومنتصف هستنتج توازي. يبقى انا كده هستنتج ايه يا دكتور؟ هستنتج ان د ه
بتوازي به ج. يبقى انا كده ده معطى انت اديتهوني فبكتبه بما ان. يبقى اذا ده الاستنتاج ده بتاع انا اللي جبته. استنتج ان ده اله بتوازي مين؟ به ج. نشوف الجزء اللي بعده وبعد كده نخش على المسائل بتاعتنا. ركز معايا في دي بقى عشان دي بنستخدمها كتير جدا 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 في المسائل. بيقول لي ايه؟ اول حاجه بدأ بيها طول. معنى طول يا دكتور يعني هو عايز رقم 3 سم 4 سم 5 سم وهكذا. طول القطعه المستقيمه المرسومه بين منتصفي ضلعين في مثلث يساوي نصف طول الضلع الثالث. مش فاهم؟ سمي الله كده وركز معايا. لو احنا عندنا مثلث، افتكر كده قلت لك المثلث عليه حوارات كتير وافلام كتير لازم تركز فيها. وجيت قلت لك ان انا عندي ضلع هنا مرسوم وليكن هنا دال وليكن هنا اهي. وجينا قلنا ان دال منتصف ا ب، يبقى دال منتصف ا ب ده معطى، وهي منتصف ا ج يبقى اهي منتصف ا ج. طب ما انا لسه مستنتج من شويه ان لما يكون ده المنتصف وهي منتصف اقدر الخصها مع نفسي ان لما يكون عندي منتصف ومنتصف استنتج ايه؟ استنتج توازي. طب ما ده اللي انا استنتجته من شويه ان ده اله بيوازي مين؟ ب ج. قال لك لا في استنتاج تاني. ايه الاستنتاج التاني يا عم؟ قال لك ده اله هتساوي نص ب ج. تاني كده معلش، احنا استنتجنا في اللي فاتت ان ده اله بيوازي ب ج، يبقى ده اله هتساوي نص. ركز في الكلمه، ده اله هتساوي نص اللي بتوازيها. ده اله هتساوي نص اللي بتوازيها، يبقى ده اله هتساوي نص ب ج. طب دي هتفيدني في ايه في المسائل؟ تعال اقول لك هتفيدك في ايه في المسائل. فرضا لو انا جيت في مساله قلت لك ب ج دي بكام؟ ب10، فانت طبيعي هتستنتج ان ده اله نص ب ج فهتبقى ب5، بس بشرط لازم يكون ده المنتصف وهي منتصف. جيت قلت لك ان ب ج دي ب8، يبقى ده اله دي بكام؟ ب4. حد كده فيها مشكله؟ مفيش مشكله. قبل ما نخش على المسائل محتاج بس افهمك حاجه او اوضح لك حاجه كده بتاعت ثالثه ورابعه ابتدائي، في ناس شاطره بتتلخبط فيها. لما اجيب لك مثلث اسمه ا ب ج واطلب منك محيط المثلث، اي حد قاعد هيقول لي طب ما انا عارف ان محيط المثلث بيساوي مجموع اطوال اضلاعه. جميل. او محيط اي شكل بيساوي مجموع اطوال اضلاعه. انا باجي اقول لك ايه بقى؟ لما اجي اقول لك انا عايز محيط المثلث ا ب ج، تيجي على جنب كده تعمل مسوده لنفسك بتغش منها يعني، بس انت بتغش من نفسك. ازاي يا مستر؟ اول حرفين هنا ا ب، والحرف الثاني والثالث ب ج، والحرف الاول والاخير ا ج. كده انت جبت كام رقم؟ جبت 3 ارقام، تجمعهم تطلع لي الايه؟ المحيط. مستر مش فاهم الحته دي. طب ما تيجي بقى نشوف مسائل عشان تقدر تفهم ايه انا بتكلم في ايه او انا عايز اوصل لك ايه. سمي الله كده وصلي على النبي. عندنا هنا شكل جميل كان بيجي لك في اولى اعدادي، بيقول لك انا عندي هنا مثلث اسمه ا ب ج. جميل. د منتصف ا ب وه منتصف ا ج. الراجل مدينا، ركز معايا، ان ا ب كلها ب12، ومدينا ان ا ج كلها ب8، ومدينا ان ب ج بكام؟ ب10. طبعا احنا النهارده هنحل برضو بايه؟ بشويه برهان كده جمال عشان الناس اللي نسيت البرهان. احنا بنتكلم عن الناس اللي داخله ثانيه اعدادي وثالثه واولى وثانيه ثانوي. طيب هنا بيقول لك اللي احنا قلناها ده وهي منتصف ا ب وأ ج. ا ب ب12، ب ج ب10، ا ج ب8. عايز محيط المثلث ا د ه. ده اللي انا قلته لك من شويه. هو عايز محيط المثلث ده اللي هو ده ا د ه. طيب تعال اول كده سمي الله. هو انا عشان اجيب محيط المثلث ا د ه انت غششتني حاجه من شويه. ايه هي؟ قلت لي لازم تجيب اول حرفين اللي هم ا د، والتاني والتالت اللي هو د ه، والاول والاخير اللي هو ا ه. جبت دول يا باشمهندس؟ جبت دول يا برنس؟ انت كده جبت محيط المثلث. طيب اكتبها بقى برهان ازاي؟
سمي الله. سعادتك هتقول له بما ان دال وه منتصفة، يبقى دال وه منتصفة ألف ب وألف ج. جميل جميل. واحد هيقول لي لا كده استنتجت حاجة، ايه هي؟ يبقى دال ه بتوازي به ج، صح؟ طبعا صح. طب انا عايزها هنا مش عايزها هنا، ما تكتبهاش، مش عايزها. طب انت محتاج مين؟ انا محتاج اجيب ألف دال، يبقى انا محتاج اجيب ألف دال. طب هي ألف دال نص مين؟ قال لي ألف دال نص ألف ب، يبقى ألف دال نص ألف ب، يعني نص في كام؟ نص ال 12. نص ال 12 كام يا دكتور؟ 6 سم. اركنها جنب الحيط كده. انت جبت مين يا باشا؟ جبت ألف دال. محتاج اجيب مين؟ دال ه. طب ما هي دال ه بتوازي به ج وبتساوي نصها، يبقى انا هقول له دال ه بتساوي نص. نص مين؟ نص ب ج. طب هي ب ج بكام؟ ب10، يبقى نص في كام؟ في 10. نص ال10 كام يا عم؟ 5 سم. يبقى انا كده جبت الحته دي بكام؟ ب6، وجبت الحته دي بكام؟ ب5. ناقص لي مين؟ ناقص لي الف ه الحته دي. طب ما هي ه منتصف، يبقى الف ه نص مين؟ نص الف ج. يبقى انا هقول له الف ه هتساوي نص ألف ج، يبقى نص في. طب ألف ج بكام؟ ب8، يبقى نص في 8. نص ال8 4 سم. أجي على جنب بقى أقول له أنا من قديم الأزل واخد إن محيط، إذا محيط المثلث اللي هو اسمه إيه اللي أنت عايزه؟ ألف د ه. ألف د ه بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. أنا جبت ضلع ب6 وجبت ضلع ب5 وجبت ضلع ب4، اجمع دول مع بعض 6 و4 يدينا 10 و5 يدينا 15 سم. يبقى محيط المثلث ده يا دكتور 15 ايه سم. نشوف سؤال كمان. دي من الاسئله الجميله اللي دايما 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 كانت بتيجي في الامتحان. سمي الله. بيقول لك ايه؟ دال وه وواو منتصفة ألف ب وب ج وألف ج على الترتيب. يعني إيه على الترتيب؟ يعني دال منتصف ألف ب وه منتصف ب ج وواو منتصف ألف ج. تعال نبص كده. دال منتصف ألف ب، واو منتصف ألف ج، وه منتصف مين؟ ب ج. جميل جميل. ألف ب بكام؟ ب6 سم، بس هو مش كاتبها، فأنت هتروح تقول له ألف ب ب6 سم. ب ج ب12 سم، يبقى ب ج دي كلها بكام يا دكتور؟ 12 سم. ألف ج ب10 سم، يبقى دي كلها بكام؟ ب10 سم. سمي الله كده وصلي على النبي. علي محيط المثلث د ه واو. يعني هو يا باشمهندس عايز محيط المثلث د ه واو. طب مستر مش انت غششتني من شويه وقلت لي لو انت عايز تجيب محيط شكل امسك الرموز واعرف انا عايز ايه؟ د ه واو، يبقى انا محتاج اجيب د ه ومحتاج اجيب ه واو ومحتاج اجيب اول واخر د واو. جبت يا باشمهندس الثلاثه دول، اتفضل اجمعهم، انت كده جبت محيط المثلث. طب ما تيجي كده نشوف لو هنكتبها ببرهان هنكتبها ازاي. اول حاجه انت قلت لي ان دال وه وواو منتصفات، ما انا هكتبها لك، ما انا بحل بخطوات مش اكمل واختر. يبقى بما ان دال، خد الجمله دي زي ما هي كده، دال وه وواو منتصفات الف ب و ب ج والف ج على الترتيب. جميل جميل. اذا كل اللي جاي اذا خلاص، ما انت عرفته ان انت عندك نظريه مثلث منتصفات. عايز تجيب د ه، يبقى د ه بتساوي، بص كده على الشكل، فين د ه؟ اهي. يجي بقى واحد يقول لي بص د ه دي هتبقى نص ال6، او د ه دي هتبقى نص ال12. حبيبي الرقم في الاخر هيطلع معاك صح بس غلط. ليه؟ لان انا في كلمه قلت لك من شويه، منتصف ومنتصف بتساوي ايه؟ استنتج توازي وركز في الكلمه اللي جايه، وبتساوي نص اللي بتوازيها. ردت بقى كده، بتساوي نص اللي بتوازيها. يعني ايه؟ يعني د ه دي مين اللي بيوازيها الناحيه الثانيه؟ ركز، د ه اهي. تعالى كده عشان نوضحها لك. ادي د ه،
مين اللي ماشي معاها؟ قال لي ألف جيم. يبقى ده اله نص ألف جيم. يبقى هيساوي نص في كام؟ هي ألف جيم بكام؟ ب10. يبقى نص ال10، أو ممكن تمسك ال10 تقسمها على الاتنين يدينا 5 سم. يبقى أنا جبت الحتة دي ب5 سم. جبت يا عم. يلا ده اله. عايز مين؟ عايز ه واو. فين ه واو دي؟ أهي. طب ما تيجي نشوفها كده. هي بتوازي مين؟ قال لي ه واو. امسك قلمك كده وامشي معايا. مين اللي قدامها؟ قال لي قدامها ألف ب. يبقى ه واو أو واو ه نص ألف ب. يبقى هنقول له ه واو بتساوي نص. مين اللي بيوازيها؟ ألف ب. يبقى نص. معلش هنمسح دي. يبقى نص ألف ب. يعني نص في كام؟ ألف ب بكام؟ ب6. يعني نص ال6. نص ال6 3 سم. يبقى أنا جبت الحتة دي بكام؟ ب3. والحتة دي بكام؟ ب5. إيه اللي ناقص لي؟ قال لي ده الواو. طب ده الواو دي بتوازي مين؟ ما هي موجودة اهي بالعقل اهي، مش محتاجة أي حاجة في الدنيا. ده الواو اهي. ده الواو دي بتوازي مين؟ قال لي بتوازي ب ج. يبقى ده الواو بتساوي نص ب ج. طب هي ب ج بكام؟ قال لي ب12. يبقى نص في 12. نص ال 12 يدينا 6 سم. يبقى انا جبت دي ب6 ايه سم. ارجع بقى كاني جبت عيل صغير كده نغه في ثالثه ابتدائي تقول تعالى يقعد. عندي مثلث. حته ب5. طبعا مثلث مقلوب معلش. حته ب5 مثلا، وحته ب3، وحته ب6. تعرف تجيب لي محيطه؟ قال لي يا عم محيطه ما تجمع. يبقى انت عشان تجيب محيط المثلث هتجمع مين ومين ومين؟ ال5 زائد ال6 زائد ال3. اجمع معايا 5 و6 11. 11 و3 يدينا 14 ايه سم. سمي الله كده ونشوف حاجه كمان. دي بقى من الاسئله الجميله اللي معتمده على ان الطالب بيذاكر حصه بحصه، معتمده ان الطالب فاهم يعني ايه اشكال هندسيه، مربع، مستطيل، معين، متوازي اضلاع، شبه منحرف. مش فاهم الحصه بتاعت شبه المنحرف والمربع والمستطيل. في ناس قالت لي يا مستر الحصه كتير قوي كتير. حبيبي انا كنت ممكن نرسم مربع واقول لك كده بالبق لازم تبقى عارف ان المربع اضلاع متساويه زوايا قائمه بس، وما اوضحلكش. مش تاخد مني ربع ساعه وانت هتبقى قاعد مبسوط في بيتكم. بس الكلام ده ما ينفعش. لازم سعادتك تشوف انت قاعد اجازه بقالك 4 شهور، دماغك دي صدت زي ما قلت. جيت قبل كده وقلت لكذا حد انت عارف العربيه اللي بتبقى مركونه؟ احنا عندنا عربيتين، عربيه مركونه وعربيه بتطلع كل يوم. جيت سالتكم سؤال انهي افضل؟ كل الناس المركونه طبعا يا مستر. غلط. العربيه المركونه دي يا حبيبي الكاوتش بتاعها هيهوى، ما مش هيبقى فيه هوا، الزيت هينشف، السيور هتنشف، كل الحاجات دي محتاجه تتغير. لكن العربيه اللي شغاله، المخ اللي شغال كل يوم ده عمره ما هيقف. فساعتك لازم تراجع كل حاجه بالظبط عشان لما تخش في المنهج ما تلاقيش حاجه صغيره موقفاك. تعال نبص المساله دي بيقول لنا ايه. ا ب ج ده المتوازي اضلاع. خلي بالك الحل كله في الكلمه دي، متوازي اضلاع. تقاطع قطران. فاكر لما جينا اشتغلنا في مربع القطران ينصف كل من الاخر، المستطيل القطران ينصف كل من الاخر، المعين ينصف كل من الاخر، المتوازي ينصف كل منهم الاخر. تقاطع قطران في مين؟ رسم ميم واو بيوازي ا ب ويقطع ب ج في واو. اثبت ان ب واو بيساوي واو ج. جميل. تعال بقى نشوف الكلام ده عشان مش فاهم منك حاجه. صلى على النبي يا حاج. ا ب ج ده المتوازي اضلاع. بيقول لك رسم ميم واو بيوازي ا ب، يعني هنا في توازي. جميل جميل. قطعوا في واو، يعني هو عدى من ب ج في مين؟ في واو. عايز ايه؟ عايز اثبت ان ب واو الحته دي بتساوي واو ج. الحته دي يعني الحته اللي بالاخضر دي بتساوي الحته اللي بالازرق دي. يعني انت من الاخر عايز تثبت ان واو منتصف. طب ما تيجي اقول لك حاجه. لو انا عندي مثلث جميل اسمه ا ب ج ورسمت لك هنا، ناخد نفس يا عم الايه الرموز. هنا يا عم دي مثلا، او غير هنا د وهنا اهي مثلا، وجيت قلت لك بقول لك ايه دي منتصف. حلو جميل. وهنا يوازي. مستر دي اول واحده اللي انت قلتها. يعني ايه؟ يعني هنا منتصف وهنا توازي. طب ما انت قلت لي هنا ايه؟ منتصف وتوازي. منتصف وتوازي استنتج ايه؟ استنتج منتصف. يبقى اهي
منتصف مين؟ ألف جيم. يعني ألف ه بيساوي ه جيم. ايه علاقة اللي انت بتحكيه بقى ده باللي احنا بنقوله؟ تعال اقول لك يا باشا، سمي الله كده وسمي صلى على النبي. حضرتك بكل بساطة انت عارف ان ده متوازي اضلاع، فالطبيعي ان انا اقدر اقول ان ميم منتصف الف جيم وميم منتصف ب د، يبقى انا هقول له هنا بما ان الف ب ج د متوازي اضلاع، اذا ايه يا دكتور؟ ميم نقطة تقاطع قطري. يعني اقدر اقول ان ميم منتصف، يعني اقدر اقول ان ميم منتصف الف جيم وميم منتصف ب د. طب انا هشتغل فين؟ انا هشتغل في المثلث ده بس، لان هو شغال على واو ما طلعش المثلث اللي فوق، فتقدر تقول له ان ميم منتصف ميم منتصف الف جيم وبرده منتصف ب د، بس مش هتفيدنا في حاجه. عايزك بقى تيجي معايا كده، تعال ناخد المثلث ده بره اهو يا عم. هنا الف، هنا ب، وهنا ج. جميل جميل. انت رسمت لي هنا ميم وهنا واو، دي انا مش عايزها في حاجه، مش عايزها خالص. وهنا في توازي. لو انا قلت لك اثبت ان واو منتصف ب ج بالمنظر ده، لا انا ولا انت هنعرف نحلها. ليه؟ ما تركز. هو انت عشان تثبت حاجه، عشان اثبت منتصف لازم يكون معايا حاجتين، منتصف وتوازي. انت معاك توازي بس انت لو ركزت يا باشمهندس في متوازي اضلاع، عرفت ان ميم منتصف، عرفت ان ميم منتصف، يبقى اقدر ارسم الحته دي. عايز بقى الناس اللي قاعده كده اقف زي كده واقلب ودنك كده واقلب دماغك كده يمين، هتلاقي ان المثلث ده اسمه الف ب ج، يبقى تقول له في المثلث الف ب ج. معايا معطيين ان ميم منتصف الف ج، تقول له بما ان ميم منتصف الف ج. في حاجه تاني؟ في حاجه تاني. ايه هي؟ وميم واو بيوازي الف ب، ما انت اللي قايل لي وميم واو بيوازي الف ب. تعال بقى نرجع للفيلم بتاعنا. ايه يا عم الفيلم بتاعنا ده؟ منتصف وتوازي، منتصف وتوازي، منتصف تاني وتوازي، يبقى منتصف وتوازي. استنتج ايه؟ اللي استنتج منتصف. مين بقى المنتصف؟ مش مين منتصف، يبقى واو منتصف. يبقى اذا واو منتصف، واو منتصف ب ج، يبقى واو منتصف ب ج، يبقى اذا ب واو بيساوي واو ايه ج. مسألة جميلة جدا جدا، معتمدة ان حضرتك لازم تكون عارف خواص متوازي الايه؟ الاضلاع. تعالى بقى كده خليك زي الشاطر وحل لي مسألة. يلا يا عم هوضح لك بس حاجة صغنونة كده، هقرا لك المسألة عشان لو في حاجة مش واضحة، وهسيبك بس دقيقتين تحلها لي. طلع قلم، طلع كشكول. الناس اللي بتقعد تحل بالنظر، بكرر تاني عشان ما نضيعش الوقت، بعد إذنك لما أقول لك وقف الفيديو تدوس ستوب وتطلع كشكولك وتحل، بلاش كسل. هنا بيقول لي في الشكل المقابل س منتصف أ ب. جميل. وس ص بيوازي ب ج. حلو. وعين منتصف أ د. دي د. جميل. وجيم د ب 12. الحته دي كلها ب 12، دي ب 12. عايز يثبت ان صاد عين بيوازي جيم د ثم اوجد طول صاد عين. طبعا اي حد هيقول لي يا عم صاد عين ما هي دي ب 12 دي 6 سهله. حبيبي الكلام ده ينفع معاك وانت في اولى ثانوي وثانيه ثانوي بالنظر، كنا بنحل مثلثات بالتطابق والتشابه والحاجات دي ممكن نجيبها بالنظر عادي جدا. لكن وانت لو في ثانيه اعدادي او في ثالثه اعدادي الكلام ده لازم يمشي ببرهان، فركز معايا الله يبارك لك. وقف فيديو وحل بسرعه. يلا نكمل يا شباب. تعال كده نشوف الحل اللي سعادتك حليته. لازم برهان. بقول تاني اهو. هقول لك كده معلومه انا بحب دايما اقولها كده للعيال. ايه هي؟ هو عايز يثبت ان صاد عين بتوازي ج د. طب انت لو جيت كده خدت بالك، انت عندك هنا مثلث وليكن المثلث اللي بالاصفر ده، وعندك مثلث تاني وليكن المثلث اللي لونه لبني ده. جميل جميل. انا دايما بقول للعيال ايه؟
لما يكون عندك شكل فيه مثلثين. تاني، لما يكون عندك شكل فيه مثلثين، لو انا طلبت منك حاجه في المثلث الاصفر اشتغل في الازرق او في اللبني او الايوه اللي انتوا بتسموها اللي لو حاجات غريبه كده. لو انت عايز تشتغل في المثلث اللبني ده اشتغل في الاصفر، يعني عايز حاجه هنا اشتغل في العكسه. انا عايز اثبت ان صادعين بيوازي جمدال المثلث ده، يبقى انا هشتغل في الاصفر. واحد شاطر يقول لي طب ما انا ممكن امسك المثلث ده بره كده، هو اسميه الف ب ج واكتب المعطيات، واي حد قاعد مركز معايا بربع جنيه هيقدر يقول لي اي حاجه في الشكل ده. انا معايا مثلث اسمه الف ب ج. ايه المعطى؟ تعال اقول لك. س مالها منتصف الف ب، ص مالها منتصف الف ج. يبقى انت كده ما فهمتش حاجه حبيبي. لكن حصه التطابق كنت بقول لك لو ما طبقتش هقول لك كذاب. انت هنا برضو كذاب. ليه يا مستر ص منتصف؟ يا ابني لسه ما بقتش منتصف، لازم تقول له ان س منتصف الف ب وس ص يوازي ب ج. بقى عندي منتصف وتوازي، اقدر اقول ان ص منتصف. تعال نكتبها بقى اللي انت قلته ده. يبقى انت هتقول له في المثلث اسمه ايه؟ المثلث اسمه الف ب ج. بما ان، اكتب كده اللي انت فهمته كده وصلي على النبي. س منتصف الف ب يبقى س منتصف الف ب، وس ص بيوازي ب ج، وس ص بيوازي ب ج. منتصف وتوازي، منتصف وتوازي يستنتج ايه؟ منتصف. يبقى انا عندي هنا منتصف. اذا مين بقى المنتصف؟ قال لي صاد. صاد هتبقى منتصف، يبقى اذا صاد منتصف مين؟ قال لي منتصف الف ج. جميل جميل. ما هو برضه انت ما حلتش المساله. انت عايز تثبت ان صادعين بيوازي ج د. طب ما انت كده المثلث اللي بالاصفر ده محتاج ايه؟ طلعت بالمنتصف وطلعت بالتوازي، خلاص اطلع اجري بقى، اطلع اجري اجري وخش على المثلث اللي باللبني ده. هاتهولي في الحته دي كده وقول لي ايه المعطيات اللي عندك. الف الف، جيم جيم، دال دال، هنا صاد عين. في كلمه الناس الشاطره اللي بتركز فاكراها دايما مني، لو جبت حاجه في الشكل لازم جدع تكتبها. لو جبت حاجه في الشكل لازم تكتبها. ايه اللي انا جبته في الشكل؟ طب ما تيجي الاول نحط اللي هو حاطه لنا. هو مديك ان عين منتصف، حلو حلو جدا، بس في حاجه انت جبتها. ايه هي؟ ياد مش انت جبت صاد منتصف؟ خلاص بص بقى في المثلث ده اي حد قاعد صاد منتصف وعين منتصف، يبقى صاد عين هتوازي ج د، وصاد عين هتساوي نص اللي بتوازيها. يبقى هنعمل ايه؟ تعال نكتبها هنا كده عشان الناس كلها تبقى شايفه. في المثلث الف ج د، يبقى في المثلث الف ج د بما ان صاد منتصف الف ج، يبقى صاد منتصف الف ج. عرفت منين يا عمي؟ ما انا جبتها هنا بقى، ما تقلبنيش معاك يا عم محمد. وعين منتصف الف د، وعين منتصف الف د. اذا صاد عين هتوازي ج د، وده اللي انت عايزه يا دكتور. يبقى صاد عين هتوازي ج د، وصاد عين هتساوي نص ج د. هو عايز مين؟ هو عايز صاد عين. طب ج د بكام؟ ب 12، يبقى نص في 12 هيدينا كام يا دكتور؟ 6 سنتي. كده يبقى احنا خدنا جزء كده جميل على نظريات المثلث. سمي الله كده وصلي على النبي، ونخش على جزء تاني مهم جدا برضو خدناه في اولى اعدادي. عمك فيثاغورس. تعالى يا عمي نشوف عمنا فيثاغورس كان بيقول لنا ايه. سمي الله كده وصلي على النبي. نظريه فيثاغورس من الحاجات الجميله جدا اللي انت خدتها في اولى اعدادي في الترم الثاني، وهتفضل مكمله معاك. يعني اسال اي حد كده تاني اعدادي، ثالثه اعدادي، اولى ثانوي، وحتى بتوع ثالثه ثانوي، معظم المسائل تلاقي اللي حلها فيثاغورس. لما تلاقي مثلث قائم اول حاجه تفكر فيها عمك فيثاغورس، بيحل حاجات كتير، بينجزك. كان عندك نص نظريه فيثاغورس بيقول لك في المثلث القائم الزاويه، طبعا الكلام كله على المثلث القائم الزاويه، مساحه المربع المنشأ على الوتر تساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على ضلعي القائمه. تاني، في المثلث القائم الزاويه
مساحة المربع المنشأ على الوتر بتساوي مجموع وتر مجموع، ركز عشان هتطلع منها مصلحة جامدة جدا. وتر مجموع بتساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على ضلعي القائم. مش فاهم؟ يعني انت يا باشمهندس عندك هنا مثلث، المثلث ده اسمه أ ب ج، وهنا كده مثلث قائم. حلو حلو. طبعا كل الناس عارفه ان الضلع المقابل للزاويه القائمه بيسمى ايه؟ خدناها في التطابق جدع، وتر. وده احد ضلعي القائمه، او احد ضلعي القائمه، وده احد ضلعي القائمه. عندك هنا 3 علاقات سعادتك لازم تكون عارفهم. ايه هما؟ قال لك لو انت عايز تجيب أ ج ده وتر، امسك الضلعين التانيين اجمعهم يبقى أ ب زائد ب ج. استنى، بيقول لك مساحة المربع بتساوي الضلع في نفسه. يعني لو الضلع ب5 يعني 5 في 5 يعني 5 تربيع. يعني ايه؟ يعني أ ج تربيع أ ب تربيع ب ج تربيع. دي علاقة تطلع بيها من فيثاغورس. ايه تاني؟ لو عايز تجيب أ ب ده ضلع ولا وتر؟ الوتر حاجة كبيرة، قال لي مجموع جمعت له، لكن الضلع حاجة صغنونة اطرح له. بس لما اجي اطرح ما ينفعش اطلع ضلع بالسالب، مفيش طول هيطلع معاك بالسالب، فهتبدأ بالوتر الكبير اللي هو أ ج. يبقى انت عايز أ ب، تمسك أ ج تطرح منه ب ج. استنى، خلاص بقى ما انا عرفت، ما تتعبنيش معاك. تربيع تربيع تربيع. طب لو عايز اجيب ب ج ده روح اساله ازيك يا ضلع ولا وتر؟ قال لي ضلع، يبقى اطرح له مين الكبير؟ أ ج، يبقى أ ج ناقص مين؟ ناقص أ ب. استنى، يبقى تربيع تربيع تربيع. كده يا باشمهندس يبقى انت عرفت ال3 قواعد بتوع نظريه فيثاغورس اللي انت لازم تكون عارفهم. من الاخر الخلاصه عشان نلخص. واحد يقول لي بقول لك يا مستر لخص. بص يا عم، عايز تجيب ضلع اطرح له، عايز تجيب وتر اجمع له، بس ما تنساش التربيع. وهنشوف المسائل دلوقتي. استنى بالله كده وصلى على النبي. نشوف كده كام مساله. عشان بس وقت الفيديو، عشان الدنيا بس ايه خدت مننا وقت فين في نظريات المثلث. هنا هنحل ايه على طول كده، وانت تظبط برهانك. هديك مساله في الاخر تحلها ببرهان. سمي الله. هنا بيقول لك قياس زاويه ب بيساوي 90، يعني الزاويه دي زاويه قائمه، وأ ب ب5 سم، وأ ج ب13 سم. دي 13 لو مش واضحه. عايز ايه يا باشمهندس؟ عايز ب ج. عشان اجيب ب ج تروح تقول له ازيك عامل ايه؟ انت ايه؟ قال لي انا ضلع، انا صغير، انا هطرح. حلو. يبقى انت عرفت ان انت عندك مثلث قائم، فتيجي تقول له كده على طول من عمنا وعم الدنيا كلها اللي دايما ما بيتعبناش فيثاغورس. عايز تجيب ب ج، يبقى ب ج بتساوي مستر، انت قلت لما اجي اجيب الضلع اعمل ايه؟ اطرح. جدع. يبقى 13 تربيع ناقص 5 تربيع. بس ثواني، انت ليه ما حطيتش تربيع هنا؟ هقول لك ليه. فاكر يا حماده لما كنا بنقول س تربيع بتساوي 9؟ كنت بقول لك التربيع بره بيخرج بالايه؟ بالجذر. فس هتساوي ايه؟ جذر التسعة. جذر التسعة ايه؟ 3. حمار يا ابني، حرام عليك. التربيع بيخرج بره ايه؟ موجب وسالب، موجب وسالب. ما تنساش الحته دي. يعني انا هكتب ايه هنا من الاخر؟ مش انت كان عندك هنا ب ج كان عليها تربيع؟ قال لي التربيع هيخرج بره بالايه؟ قال لي هيخرج بالجذر. بس انت ليه ما كتبتش هنا موجب وسالب؟ ما انا قلت لك بقى ما فيش ضلع بيطلع بالسالب، لكن لو معادله عاديه زي دي لازم تكتب موجب وايه؟ وسالب. فهتعمل دي على آلتك طبعا. 13 دي هيدينا 169، 5 25 هيدينا 144، هيدينا 12 سم. واحد يقول لك بتعمل ايه؟ يا عم ما تشغلش بالك، روح للآلة حبيبي البزازة بتاعتك ظبط نفسك بيها. يبقى ده طلع بكام يا دكتور؟ ب 12 سم. نخش على سؤال جميل بعديها. قياس زاوية ص بيساوي قياس زاوية ل بيساوي 90. دي لام يا جماعة.
يعني انت عندك هنا 90 وعندك هنا 90. حلو قشطه. س ص ب7 دي 7 وص ع ب24 وس ل ب15. عايز طول س ع وعايز طول لام عين. تعال نشوف الاول س ع. في حاجه انا بحبها كده، ايه هي؟ واحد يقول لي بقول لك ايه، صلي على النبي كده يا حاج، مش انت عايز س ع؟ تعال اختبر ذكائك. انا معايا مثلث اهو، هنا س وهنا ص وهنا ع. دي ب7 سم ودي ب24 سم. طبعا دي زاويه قائمه. وعندي مثلث تاني مقلوب كده، دي طبعا زاويه قائمه وهتنسى. هنا لام ودي 15 سم وهنا س وهنا ع. واحد يقول لي انا ليا مزاج اجيب س ع من هنا. طب اتفضل هاتها، وريني شطارتك كده. س ع وتر يا مستر. شاطر ياض. هتعمل ايه؟ هجمع يا مستر. شاطر ياض. ومش هنسى الجذر، تربيع يطلع بالجذر. جدع. ومش هنسى ان انا اطلعه موجب. جميل. بس انت هتجمع مين؟ ما انت معاك هنا 15 وما معاكش الضلع ده، الضلع ده مش معاك اصلا. يبقى انت هتروح على المثلث الجميل الكيوتا ده اللي فيه رقمين. ركز في الحته دي، تروح عند ال7 وال24. انا عندي هنا مثلث يا مستر قائم، وعايز اجيب مين؟ س ع اللي هو مين؟ وتر. خلاص، الوتر بنعمل له ايه؟ بنجمع له. يبقى انا هقول له س ع بتساوي، مش هنسى الجذر. جذر كام؟ هنا بقى هجمع. ابدا بمين؟ مش هتفرق، جمع ابدال يا دكتور. يبقى 24 تربيع و7 ايه؟ تربيع. هتحسب دي يا دكتور هيدينا 25 سم. يبقى هنا جبت س ع ب 25 سم. يبقى فاكر الكلمه اللي قلتها من شويه؟ جبت حاجه ايه؟ جدع. يبقى س ع بكام؟ ب 25 ايه؟ سم. اكتبها على الشكل. عايز مين بقى بعد كده؟ قال انا عايز لام عين. تعال نجيب لام عين. الحته دي تروح تساله انت ضلع ولا وتر؟ ضلع. حلو. مش انت ضلع؟ انا هطرح لك انت صغير. يبقى انا هقول له لام عين بتساوي الجذر. كل الكلام ده تحت بند مين؟ عمنا فيثاغورس. يبقى انا هجيب لام عين، همسك ال 25 تربيع اطرح منها ال 15 تربيع. اوعى تكتب 15 تربيع ناقص 25 تربيع، الآلة هتشتمك. طبعا انت عارف انا هقول لك ايه. هيدينا هنا يا دكتور 20 سم. يبقى دي بكام؟ ب 20 سم. نشوف سؤال كمان كده تحله لنا كده وتخلي عندك ايه؟ شوية نشاط. مش دم، مش هشتمك ما تقلقش. يلا يا عم. عندنا هنا تدريب هوضحه لك بس كده، وهسيبك كده توقف الفيديو وهوضح لك الارقام لو مش واضحة، وبعد كده نكمل ايه مع بعض. هنا بيقول لك أ د عمودي على ب ج. يعني دي قائمة ودي كمان قائمة. يعني انت عندك بلاطتين هنا. أ ب ب 10 سم، دي 10. انا بوضح الارقام لو الارقام ببكسلها شويه. أ ج ب 17، دي 17. وده الجيم ب 15. الحته دي بس ب 15. عايز ايه؟ عايز ب ج. فين ب ج؟ عايز دي كلها. وعايز مساحه المثلث. طيب فكر كده ثانيتين، بص كده معايا هنعمل ايه. فكر. انا عايز اجيب ب ج كلها. طب ما انا معايا ده الب ده الجي. يعني انا لو جبت ب د دي مثلا ب5 هجمعها مع دي ب5 يبقى 20. لو جبت دي ب10 هجمعها مع دي. يبقى انت من الاخر الراجل ما كانش عايز ب ج، عايز مين؟ ب د. سيبك من مساحه المثلث دي، خليها في الاخر. طبعا مساحه المثلث ناس شاطره تفتكر. ايوه، نص القاعده فين؟ في الارتفاع. طبعا الناس اللي دخلت اولى ثانوي وثانيه ثانوي عندنا قوانين ثانيه كتير، بس نركنها دلوقتي على جنب. يعني من الاخر يا دكتور انا عايزك كده طالب شاطر محترم توقف الفيديو وتشتغل في المثلث ده كده اهو. انا عايزك تجيب لي ب د. لو واحد شاطر اشتغل في المثلث ده عشان يجيب ب د مش هيعرف، عشان دي ب10 مفيش ارقام تانية. طبعا دي قائمه. وعندي مثلث تاني، ركز معايا بعد اذن حضرتك، اسمه أ د ج. طبعا دي قائمه ودي ب17 ودي ب15. فانا عايز اجيب ب د. حاولت هنا ما عرفتش، هسيبك بقى كده ايه مع نفسك دقيقه، حل وريني حلك.
نكمل مع بعض يلا يا شباب. الطالب الشاطر هيقول لي مش انت من شويه قلت لي لو انا عندي مثلثين وليكن مثلث اصفر كده ومثلث اخضر. حلو. لو انت عايز تجيب حاجه في المثلث الاصفر اشتغل فين؟ شاطر في الاخضر في التاني. يبقى انا هشتغل في المثلث ده. هجيب مين الاول؟ هجيب الف د. طبعا احنا قلنا هنحل على طول كاننا بنحل اكمل او اختر بسرعه عشان الوقت، بس انت بتحل برهان. اهم كلمه تتكتب طبعا كلمه ايه؟ فيثاغورس. عايز تجيب الف د، يبقى انا هقول له الف د بتساوي جذر مين زاويه القائمه؟ د. مين الوتر؟ ده. يبقى الف د ده ايه؟ ضلع. يبقى نعمل له ايه؟ اطرح له. شاطر. يبقى دي ناقص هنا 17 وهنا كام؟ هنا 15 تربيع. هتحسب دي يا دكتور على قدك ما تزعلش، مش هقولها لك تاني. يبقى هنا هيدينا كام؟ هيدينا تقريبا 8 سم. وتاكد برده من الارقام معايا ايه على الاله. يبقى دي ب 8 سم. يبقى انا جبت دي ب 8 سم. يبقى دي ب 8 سم. يبقى دي ب 8 سم. حلو. عايز ايه بعد كده بقى؟ انت اصلا عايز تجيب بهدال في المثلث ده مع مثلث قائم. بهدال ده ايه؟ ضلع ولا وتر؟ دي الزاويه القائمه، يبقى ده وتر، يبقى ده ايه؟ ضلع. يبقى انت هتجيب بهدال هتجمع ولا هتطرح؟ هطرح. ليه؟ عشان ضلع. الف ب بكام؟ ب 10. يبقى 10 تربيع ناقص كام؟ 8 تربيع. هيدينا كام يا دكتور؟ 6 سم. يبقى انا جبت الحته دي بكام؟ ب6. هو عايز مين؟ عايز بهجيم كلها. يبقى بهجيم اهو كده اهو هتساوي 6 زائد كام؟ 15. هيدينا كام يا دكتور؟ 21 سم. يبقى الحته دي كلها طلعت بكام يا عم الحاج؟ قال لي طلعت ب 21 سم. حلو. عايز ايه بقى؟ قال لي انا عايز مساحه المثلث. طب ما انا عارف من قديم الازل ان مساحه المثلث انت خدتها في 5 ابتدائي في الترم الاول. مساحه المثلث بتساوي نص القاعده في الارتفاع. انا اسف خدتها في الترم الثاني. يبقى نص فيه. القاعده بتاعتي بكام؟ قال لي ب 21 في الارتفاع بكام؟ ده الارتفاع اللي نازل عمودي 8. طب مستر احسبها ازاي؟ تعالى شغل مخك كده معايا يمكن ربنا يكرمك. نص ال8 كام؟ 4. اضرب 4 في 1 4. 4 في 2 ب 8. 24 سنتيمتر مربع عشان طبعا المساحه بتيجي بالايه؟ بالمربع. لحد كده يا شباب احنا كده خدنا النهارده جزء بتاع نظريات المثلث وخدنا جزء فيثاغورس. جزء فيثاغورس من اهم الدروس اللي هتعدي عليك في حياتك، اللي ما ينفعش ما تكونش عارفها. اشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه. مطلوب منك تتفرج على الفيديو، مش هكرر الكلام تاني. التزم صدقني هترتاح جدا لو خلصت الكورس بتاعك في شهر 8، على اساس ان انت لما تيجي تبدا المنهج بتاعك في 9 في ناس هتبدا قبل كده كمان، تلاقي نفسك مستريح حاسس ان ايدك ماشيه، عارف كانك بتتدرب كده والدنيا معاك ماشيه. انت عملت فتره اعداد جميله كده لنفسك وفتره تاهيل، لما تيجي تنزل الملعب لما تيجي تمسك الماده تحس ان الدنيا معاك ايه؟ مستريحه. كان معاكم مستر محمد رأفت. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.